هون بالبداية حطيت طنجرة على الغاز، بدي احط زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نظريا هيك حاج. وهلا عندي هون تقريبا راس بصل كبير فرمته فرم ناعم حبايب قلبي، رح اطبقه فوق الزيت. هلا بندبل البصل يا حبايب قلبي، بس تدبل بنكمل الطبخة. بس بدي اقول شغلة حبايبي، هي الفاصوليا البيضاء من الاكلات المفتخرة عنا بسوريا او بحلب، يعني خلينا نقول تحديدا. نحن كانت دائما امي الله يطول بعمرها والمنطقة اللي انا كنت عايشة فيها بحلب دائما يعني كنا بالعياد اول يوم فاصوليا بيضاء، رز افريقي، امي تسلق هالفروج هاللحم، يعني على الطرفين تعمل. يعني هي من الاكلات المفتخرة عنا بحلب، عرفتوا؟ كنا نعملها يعني بنطبخها طبعا يعني طول السنة اكيد يعني، عرفتوا؟ بس بالعياد إلها هيك نكهة خاصة، عرفتوا؟ إيه بقى، هي أصولها باللحمة يعني لحمة، بس أنا بتعرفوا أنا ما باكل لحمة حبايب قلبي، لايك أنا عم بعملها بزيت. يعني أنا قلت لكم ما بحرم حالي من الأكلات اللي بدها لحمة. في شغلات بحط لها في قلبها لحم دجاج بلبق لها، في شغلات لا، مثلا فاصوليا البيضاء ما بحط في قلبها، ما بلبق لها إنه أفرم هيك راس عصفور وأحط في قلبها صدر الفروج طاول، يعني عرفتوا؟ لهيك بعملها على طاق الزيت وهيك بتطلع كمان كتير طيبة. يعني إذا بدي أحرم حالي من من هالأكلات معناته أنا بدي أعيش على النبات بس، على على النباتات، يعني عرفتوا؟ يعني إنه بدي أصير نباتية. هلا أنا ماني كتير يعني كمان من أكلة اللحوم، بس يعني قلت لكم المهم مالكم بطول السيرة. قلت لكم هي أكلة مفتخرة عنا بحلب حبايب قلبي. بس لما جينا على تركيا، أول ما جينا على تركيا بصراحة كرهونا إياها، طالعوها من عيوننا، طالعوها من أنفنا خصوصي، عرفتوا؟ يعني إنه أنا كنت بشتغل بمعامل خياطة وورشات خياطة هنيك، كل يوم والتاني فاصوليا بيضاء، ايش في قلعوا عينا طالعوها من انفنا، عرفتوا؟ وكل مرة يجيبونا اياها بتخبيص شكل. هلا هنن هيك بيعملوها بصلة، يعني نفس طريقتي تقريبا، وفي منهم يعني بحطوا لها فليفلة خضراء، بحطوا بقلبها بندورة بكون في هيك مقطعين تخبيصات، عرفتوا؟ بس الأغلبية كانوا بيعملوها بزيت، يعني مثل ما هلا أنا بدي أعملها، بس أنا عم بعملها على طريقة أمي، عرفتوا؟ على الطريقة الحلبية. إيه وبس هيك. بس حبيت اشرح لكم لبين ما تدبل البصلة. انتوا اذا بدكم تعملوها بلحمة، راس بصل صغير بتحطوا بتفرموه مع اللحمة الكبابة، في ناس بحطوا كبابة لحمة سودا ناعمة، وفي ناس بحطوا لحمة مدهنة كمان ناعمة، عرفتوا؟ وفي ناس بتحط راس عصفور، انتوا حرين. بس المهم يعني هدول بطبخوها بالسمنة او عطاء اللحمة المدهنة مع بصلة، عرفتوا؟ بس انا قلت لكم ما باكل هالشغلات يعني، لهيك بطبخها بزيت وبصلة وهيك. خليها تدبل البصلة. وفي شغلة انه عنا بحلب، هلا انا بدي احط لها دبس فرنجي، مية فرنجي ودبس فليفلة. عنا بحلب بس مية فرنجي بحطوا، انا امي بتحط لها وهي اطيب هيك بدبس الفليفلة، يعني عرفتي؟ من الشكلين دبس بندورة وفليفلة. اي والله بالنهاية هي شغلة اذواق حبايب قلبي، مثل ما متعودين عم بعمله، بس كمان حلو الواحد يجدد. اكيد انا ما عم بجدد يعني. عم بحكي لكم امي هيك من وقت ما فتحت عيني هيك بنطبخها نحن، عرفتوا؟ بس بلحمه قلت لكم. المهم حبايب قلبي بدبل البصله وبرجع لكم. هلا هون حبايبي بعد ما دبلت البصله كويس، ندبلها كويس يعني ما دا يضل لونها ابيض، عرفتوا؟ ما بدنا نحرقها نشقرها، بس ندبلها تتبيله كويس مشان ما تبين البصله يعني بيضه بالفاصوليا، عرفتوا؟ هلا شو بنعمل حبايب قلبي؟ بدنا نحط دبس البندوره. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك نظريا بحط انا هيك حاج. ما بحب المرقة تكون كتير سميكة ولا كتير خفيفة، بدي احط معلقتين دبس فليفلة هيك. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. بدي احط فليفلة ناعمة حمراء، بقيان عندي شوي بدي احطها كلها، شويونة صغيرة تعطي نكهة طيبة. انتو اذا ما بتحبوا لا تحطوا، انا بحب. وهلا بنقليهم مع بعض حبايب قلبي هيك لبين ما تطلع ريحتهم مع البصلة، عرفتوا؟ وهيك حبايبي بعد ما قليناهم شوي مع البصلة بدي احط المي بقى. شايفين هالركوة؟ انا بقيس بهالركوة،
كل علبة فاصوليا بجيبها معلبة أنا بحط لها ركوة وحدة. هالمرة جايبة علبتين حبايب قلبي، لهيك بدي أحط ركوتين ماشي. وهي الركوة التانية حبايب قلبي وبس هيك. أنا كل علبة جايبتها فيها 500 جرام. طبعا هي فاصوليا مسلوقة وجاهزة، يعني ما جبتها ميبسة ونقعتها وبعدين سلقتها، لا انا لحالي يعني مالي خلق. عرفتوا هون كل شيء معلب وكل شيء جاهز. هلا هي ما لها طعمه مثل الميبسه، بتجي بتنقايها قبل بليله وثاني يوم بتحطيها على طنجره الضغط بتسلقيها بنص ساعه بتصير جاهزه وفرجه على حلب، مثل ما كانت امي اولي تعمل. يعني لما كنا بسوريا او هون بحلب، قصدي لما كنا بتركيا، وانا بجيبها معلبه لانه مالي خلق بصراحه، يعني مشان السرعه ومشان الوقت حبايب قلبي. هلا ايش بدي اعمل؟ بدي احط اللهم صل على سيدنا محمد العشق الاسود، العشق الممنوع اللي بقتل عليه الفلفل الاسود. بسم الله اللهم صل عليك محمد. هيك اكيد عم بكتر بالنسبه لكم شيء فظيع. شو هذا؟ انا بحبه قلت لكم. وده ملح حبايب قلبي، والملح نظريا بنحط هيك وبعدها بندوق. هلا هيك حاج وبنحرك هيك بنعلي تحت خليها تغلي وتتعقد. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. هلا هون حبايبي بغطي تمها وبتركها لتغلي وتتعقد مثل العادة، لا يصير الوقت انه خرج اطب الفاصوليا فوق. ذاتها الفاصوليا مسلوقة يعني بطبها بعيفها مع بعض شغلة 10 دقايق. عرفتوا؟ ايه والله ايش بدي اعمل؟ الحمد لله رب العالمين. انا بدي اعمل جنبها بصراحة رز بشعيرية حبايب قلبي، وفي خلق بتعمل البرغل. هلا انا ماني كتير يعني ما كتير بحب البرغل، عادي بشتهي شهوة. مثلا في اكلات بحسها انه بدها برغل يعني اجباري، مثل اللبنية جنبها برغل. عرفتوا؟ ايه وهيك. وفي خلق بتعمل يعني انا امي بتحب البرغل كانت تعمل برغل ورز وهيك حبايب قلبي، بقى انا بدي اعمل جنبها هيك رز بشعيرية، بحب الرز انا. هلا بترك المرقة تتعقد وتغلي مزبوط، وبعد هيك بطب الفاصوليا حبايب قلبي وبشوفكن بس تتعقد يعني هذا. وهون حبايبي تعقدت عنا المرقة، زاليتها كويس لحتى تعقدت حبايب قلبي. شايفين سماكيتها؟ لا انا كتير مريقة خفيفة ولا انا كتير سميكة مثل الطين. عرفتوا؟ هلا بقى شو نعمل؟ بدي اطب الفاصولية. قلت لكم عندي فاصولية معلبة هون حبايب قلبي، بعد ما جبتها من يعني بعد ما فضيتها من العلبة بتكون هيك مو فيها مواد حافظة، بتكون ملزقة على بعضها. غسلتها كتير كويس، واول شي نقعتها بالمي، يعني حطيت فوقها مي وتركتها على الزيق. بعد هيك غسلتها غسلة كويسة كذا وجه عشان نتخلص من هالمادة اللزجة اللي عليها. هلا بنفضيها بسم الله الرحمن الرحيم شوي شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفضيها كلها. هون حبايبي بعد ما فضينا الفاصوليا شوفت عينكن. هلا بتركن مع بعض شغلة 10 دقايق يتطعموا من طعمات بعض، ياخدوا طعمات بعض. انا شوي كترت المرقة حبايب قلبي شوي، لانه انا ما كتير يعني بحب المرقة تكون اكتر من الفاصوليا بصراحة، لانه الفاصوليا تقيلة يعني بصراحة ما بحب انه يعني بعملها فوق الوسط بشوي. انتو بتحبوا تعملوها وسط الفاصوليا متناسقة مع المرقة، ولا بتحبوا تعملوا الفاصوليا اقل والمرقة كتيرة، او العكس؟ هذا الشي برجع لكم لإلكن، بس بالنسبة لإلي هيك منيح. عرفتوا حبايب قلبي؟ هلا بتركها تغلي شغلة 10 دقايق، فجلها كم فجة مع بعض. بس شغلة كمان يعني ما انه المرقة كتير كتيرة كمان حبايب قلبي. شايفين؟ يعني في فاصوليا، يعني مو المرقة بطرف والفاصوليا بطرف، بس الفاصوليا مو هلا شرفناها نزلت لتحت. هلا بس تغلي بتشوفوا كيف بتطلع على الوجه. المهم حبايب قلبي رح غطي تمها واتركها مع بعض 10 دقايق. ومثل ما قلت لكم بدي اطبخ جنبها رز بشعيرية. هلا بدي افلفل لي الرز بشعيرية جنبها حبايب قلبي، وبشوفكم يبقى بمرحلة التقديم. طبعا انا سلقت فروج بدي احطه على وجه الرز يعني. عرفتوا؟ لانه الفاصوليا بزيت بقى بدنا نعزز يعني بدنا ندعم الاكلة شوي، بنحط فروج يعني على الرز. عرفتوا؟ مشان تكون الاكلة هيك طيبة، لانه ما فيها لحمة بتعرفوا انتو. المهم حبايب قلبي بشوفكم بمرحلة التقديم. على قولة الاتراك بوغني مكتنور كرو فاصوليا، بوغني مكتنور كرو فاصوليا. ايش في اليوم على الغداء؟
كروفاسوليا كروفاسوليا قلعتوا عينا بالكروفاسوليا. المهم حبايب قلبي، هي بس هيك من باب الفكاهة، عن جد هذا واقع بتركيا، عرفتوا أكلاتهم الشهيرة الشعبية. المهم مالكم طول السيرة، أكيد اللي عايش بتركيا كان بيعرف، أو لساته اللي عايشة بتركيا. المهم حبايبي بخلص خليها تستوي وبفلفل الرز وبشوفكم مرحلة التقديم حبايب قلبي. وهيك حبايب قلبي طبختنا صارت جاهزة. طبعا بهالأجواء الشتوية هيك أكلات بتطلع كتير طيبة، يعني هالأكلات طيبة كتير بالشتاء. ومثل ما شايفين سكبتهم على صحون. سكبت الرز وهو حطيته، وزعت على وجهه الفروج، حطيت على وجهه الفروج بعد ما فطفته فرفطته يعني، ومع رشة فلفل أسود على وجه الرز وعلى وجه الفاصوليا لأنه أنا كتير بحب. وهيك الأصول يعني. وبتقدم جنبه فليفلة خضراء، بصل أخضر وبصل أخضر وانتو شلون ما بتحبوا، ايش بتحبوا تاكلوا جنبه كلوا يعني. وبس هيك. هلا بدنا ندوق مع بعض حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ناخد لقمة رز. الروايح بتغرف القلب، شي بشق الراس، يعني الروايح والمنظر. دايما بقلكن العين بتاكل قبل التم، ولا جود الا بالموجود، وكله على الصحة والعافية. طيب هلا بندوق حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مم. 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 شايفين؟ سخنة ماكن. بس شي طيب، شي ما بيشبهه شي. حبايبي انا طيب الرز بمية الفروج، بمية سلق الفروج، لانه سلقت فروج. لو ما عندي كنت حطيت مكعب ماجي حبايب قلبي. وبس هيك اشتهيتكم معي، ان شاء الله تكونوا حبيتوا طريقتي حبايب قلبي. بدي اتشكر كل واحد عم يحط لي لايك ويشترك بالقناة ويكتب لي تعليق حلو مثل قلبه. دخيل قلبكم ابوس روحكم، الله يخلي لي اياكم، والله لا يحرمنا من الناس الطيبة. الهي وجهي وسيدي ومولاي. المهم حبايب قلبي، اذا عجبتكم طريقتي بتحضير هي الطبخة، هي قد ما أنا سهلة وسريعة قد ما أنا طيبة، والله العظيم ما أخذت وقت عرفتوا. ورزاتها بسرعة بصير حبايب قلبي. المهم اللي ما بياكل لحمة خليه يعملها هيك، يعني ما يحرم حاله ماشي حبايب قلبي. بالنهاية بدي أقلكم لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا تعليق حلو مثل قلبكم، واخيرا تشيروا الفيديو مع احبابكم واصحابكم حتى تكبر عيلتنا. مني وعلي هلا رايحة اقطع الشرح. اقلكم بشوفكم بخير وتضلوا بالف خير يا رب. باي.